السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده هنعمل مع بعض العيش الشامي او العيش المنقذ بالنسبه لي، لان انا ما عنديش عيش بعمله. بدل ما اجيب فينو بعمل العيش ده سهل وبسيط وخفيف جدا، وبصراحه لذيذ جدا في اكله. انا هنا جبت نص كيلو دقيق، تقريبا النص كيلو دي ده عمل لي حوالي 20 رغيف بالظبط. نص كيلو حطيت له معلقه صغيره من الملح، معلقتين من السكر، معلقه صغيره من الخميره. طبعا عايزه تزودي الطعم بتاعه هتحطي معلقه من اللبن البودره، ده اللي انا حطيتها دلوقتي. تمام. وهتحطي معلقتين من الخل بيفتح العجينه معاكي جدا وبيخلي ريحتها حلوه. وهننزل بثلاث معالق كبار من الزيت. تمام. بعد كده هنبدا نحط ميه بتاعتنا، نعجن بقى العجينه. هنقلل المكونات الجافه دي كلها مع بعضها قبل ما ننزل بالميه. بعد كده نبدا ننزل بالميه، هنبدا ننزل بالميه ونعجن العجينه بتاعتنا. طبعا لو انت عايزه تعلي القيمه الغذائيه بتاعه العيش بتاعك، ممكن تقدري تحطي معلقتين من القشطه كبار. تقدري تضيفي مثلا سمنه بلدي، معلقتين من السمنه البلدي. زي ما انت حابه، عايزه تعجني بلبن اعجني حسب امكانياتك. انا قلت لك الاساسيات البسيطه اللي تقدر تخلي منها عجينه كويسه وعيش اقتصادي جدا وسهل. تمام. انا هنا طبعا بعد ما عجنت العجينه في الطبق واتاكدت ان دي اتشرب من الميه، هبدا احطها على الرخامه وهلت فيها كويس. لازم العجينه قدامك تلاقي ايدك طالعه منها نظيفه، وفي نفس الوقت تكون طريه وملساء زي ما انت شايفاها. عجينها كويس واروح دهنه وشها بالزيت، واحطها في طبق كده بلاستيك واغطيها باسترتش. ما عنديش استرتش، لبست الطبق كيس بلاستيك وغطيته. تمام معايا كده. وهسيب العجينه مش اقل من نص ساعه لساعه تخمر كويس جدا. وبعد ما تخمر العجينه زي ما انتوا شايفين كده قدامك، اخلص ما افضي منها الهواء وابدا ان انا اقطعها لكور صغيره. وحاولي على قد ما تقدري تخلي الكور كلها متساويه عشان يطلع العيش كله قد بعضه. تمام. واحنا بنقطع العجين بقى متنسانيش بلايك وشير ودعوه حلوه من قلبك، وتبداي تابعيني على قناتي وعشان رايك والتعليقات وتجارب كل العيش الاقتصادي بتاعنا ده. تمام. انا هنا هنقطع العجين. طبعا لازم اهم حاجه نغطي العجين بتاعنا. انا كنت مغطيه بكيسه بلاستيكه وحاطه عليها فوطه عشان ما ينشفش مني. هبدا اجيب شويه من الدقيق وهبدا افرد العجين عليه. طبعا عندك العجله دي سريعه جدا ومريحه جدا في فرد العجين. عندك النشابه تمام. حابه تعرف عارفه بطاطا بايدك هتفردي. انا هنا بتفردي العجينه وبتخلي فيها سمك بسيط، ما تخليهاش رقيقه قوي ولا تخليها تخينه قوي، هتخلي فيها سمك بسيط. فوطه على صينيه كويسه. وبعد كده الرغيف اللي هفرده هروح حاطاه على الفوطه واغطي الرغيف، افرده واحطه جنبه على الفوطه واغطي. تمام زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده اسخن الطاسه، اسخنها كويس جدا. وبعد اما اسخن الطاسه اروح موطيه النار. اهم حاجه التسويه تبقى على نار هاديه. هنحط العجينه الرغيف بتاعنا ونبدا اول ما يتشمع نقلبه، يتشمع نقلبه تاني لحد ما يبدا الرغيف يقب معانا. اول ما يقب يبقى كده اسيبه لحد ما يقب خالص، وكده تمام تسويته. ما دام على نار هاديه العجينه هتتفرد معاكي وهتبقى تسويتها كويسه جدا. بصي يا حبايبي، العيش طري، سهل في الفتح جدا، تقدري تحشيه من جوه. طبعا طعمه كان جميل جدا، تسويته سهله، امكانياته بسيطه جدا. لو عجبك الفيديو دوسي لايك وشير واشتراك في القناه. وشكرا حبايبي على متابعتكم ليا.